الفنان اللبناني عمار شلق بيقدم دلوقتي مسرحية اجتماعية جديدة في لبنان، وكان لعرب وود لقاء معاه اتكلم عن أهمية المسرح وعن دور البطولة اللي بيقدمه في المسرحية واللي اسمها حبيبي مش أسمين. كل عقلك مصطفى بده يدافع عن مسيحية الأشرفية. المسرحية بكل بساطة قصة كوب لهم 25 سنة مجوزين ما عندهم أولاد. بتحس من أول مشهد بس تشوف إنه في شيء بارد بيناتهم، في شيء مفقود بالعلاقة اللي بين بعضهم. صدفة بتفوت لعندهم نازح سوري، بصير في تفاصيل عم بتصير مع هيدا النازح، بفل النازح ومثل كأنه بتكون النقطة اللي الكباية بتكون مليانة، بدها نقطة كتير صغيرة لحتى تطوف، فهو مثل كأنه هي النقطة اللي اجت من بعد 25 سنة من التراكمات بحياتهم. اجت هي النقطة الصغيرة لحتى يفلفشوا كل وراءهم ويقعدوا يحكوا على بياض، هي تلومه وهو يلومها. عمار أكد لكاميرا عرب وود إن المسرحية بتدور أحداثها في قالب اجتماعي وكمان مش بتتطرق لأي أوضاع سياسية، لكن اتكلم كمان عن الهدف من المسرح وقد إيه الجمهور متشوق للمسرحيات. قالب اجتماعي إنساني بالنسبة لموضوع النازح السوري، أبدا مش فايتين هلا بدك تتطرق للسياسة بس مش الأساس سياسي. فن المسرح هو فن عبر قطعة أدبية تمثل على مصطبة عالية، هي التفسير الواضح. هدفها الإمتاع والتسلية أساسي، كان أرسطو قال تتضمن رسالة إما سياسية وإما دينية وإما ثقافية وإما اقتصادية وإما بس الأساس هو الإمتاع. كمان اتكلم الفنان عمار شلق لكاميرا عرب وود عن عودة المسرح اللبناني، وكمان اتكلم عن ان المسرحية سعر تذكرتها قليل جدا، وخصوصا ان بيشارك في بطولتها 4 أبطال. بالفترة الأخيرة كان في إذا بدك عودة للمسرح بشكل كتير حلو وشكل بيكبر القلب فعلا ببلد مثل لبنان. صار في وعي للموضوع الثقافي تبع المسرح، وبنفس الوقت صارت العالم يعني اجت فترة يمكن مسرح الشانسونية وحقهم انه في اكل وشرب وهول القصص، فلا بلشت العالم انه هذا شانسونية، يعني نحن غير لعبة المسرح الثانية اللي له علاقة بالثقافة وهيك. سألناه كمان عن أجدد أعماله الدرامية وكمان كشف لنا عن عمل درامي جديد. عم بقرا كذا نص، بتعرف المشاريع هلا يعني الشهر الجاي وبالرايح بتبلش في شيء سخن، هلا رح نبلش فيه اسمه صمت الحب مع المخرج ليليان بستاني وكتابتها كمان. القصة كتير ناعمة كتير لذيذة، فيها كتير قصص جديدة مثل اللي العالم بتألفوا بالتلفزيون، ولكن التفاصيل اللي فيها شوية تجدد. أما مسرحية حبيبي مش أسمين فاعتبرها عمار إنها بتحكي الواقع العربي الحالي. هي بعتقد وجع عربي كامل، اوكي من وجهة نظر لبنانية بحتي، بس بعتقد من 75 لليوم لبنان كان عم يحمل وجع كل العالم العربي، كان عم يحكي بكلام كل العالم العربي بجميع إذا بدك وجهات نظره إن كانت سياسية ولا اجتماعية. وفي نهاية لقائه معنا الفنان عمار شلق قدم رسالة جميلة لجمهوره في مصر والعالم العربي كله من خلال كاميرا عرب وود. مشاهدي روتانا جميعا وبالأخص مصر، بقول لكم وحشتوني 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 وحشتوني، وقريبا جدا إن شاء الله رح كون عندكم على الشاشة المصرية.